هنا بقى محاولات إعاقة ميسي وإنهائه لمسيرته في كرة القدم، إصابته بعاهة مستديمة مثلا بأي طريقة، دي كلها محاولات من لاعيبة ريال مدريد، وده كله مثبت بالفيديو وحقائق. لأن كان بيتقال كده لازم ميسي دوت يتم إصابته إصابة شديدة، عشان خلاص معروف أصلا اللي بيعطل أي لاعب في العالم هي إصابة في الركبة، إصابة كذا، بعد كده ما عادش يلعب. أنا بقى أوريلكم دلوقتي بعد الفيديو ده، وتتفرجوا على اللي كانوا بيعملوه في ميسي. ولما ميسي طبعا مفيش فار، فهيعمل ايه؟ الحكم مش بيشوف مثلا اللي بيحصل، او مش بيجي يرجع اللقطة تاني عشان يدي كروت حمراء. فشوفوا ميسي عمل ايه بقى معاهم في ماتش تاني، ورد عليهم ازاي، نفس الردود دي. شوفوا واللقطة، شوفوا كارفاخال هو راح يشوط ميسي، ميسي عمل فيه ايه. شوفوا الردود بتاعته ذكية ازاي. هو قال لهم تعالوا بقى، يعني ما فيش حد بيديكوا كروت حمراء وما فيش حد بيحاسبكم، تعالوا. شوف ردوده اصلا، وهم كانوا بيحاولوا يصيبوه، هو بيقوم عامل مثلا سن الجزمه، يقوم عامل رجله. شوف عجيب ميسي والله، يعني حتى في الردود ذكي. شوف خبط مودريتش بالذكاء ازاي، كده بالكوع بس بالذكاء. قال لهم تعالوا. جول كمان. قال لهم تعالوا. والله يأدبهم، والله العظيم علمهم الادب. شوف سابهم يدخلوا في بعض. لايك ومتابعة يا شباب.